كيف تعمل بث المباشر بدون ألف مشترك. أول شيء الناس كثير القنوات اللي ما عندهم ألف مشترك يدخلون على قناتهم، يضغطون على الكاميرا هون، شايفين الكاميرا هون، يطلع لهم هذا الشكل، ماشي. يضغطون على البث المحتوى المباشر، يطلع لهم إنه ما عندك حق بث المباشر لأن ما عندك ألف مشترك. هذا المقصود بهذا الكتابة فقط. نطلع من هذا الشيء لأن هذا ما نحتاجه، ما عندنا ألف مشترك. رأسا ندخل على جوجل كروم. من الجوجل كروم شايفين ثلاث نقاط الفوق، نضغط عليه. تحت شايفين هذا، نضغط عليه مرة واحدة، يتحول التليفون الموبايل لإصدار سطح المكتب. ندخل على قناتنا، خلي أشوف لكم مرة ثانية من ثلاث نقاط عاملين صح هون، شايفين. وندخل على قناتنا. هذا قناتنا دخلنا عليه مباشرة. نطلع نروح على قناتنا الأولى. أنا عندي قناتين، بس لحظة. هذا شايفين هذا الأيقونة هون أو الكاميرا. أنت تختار أي واحد منهم، ما عندك مشكلة. نختار، أنا أختار بس لحظة، أو أنا طلعت من الموضوع. نضغط على الكاميرا. لحظة، أنا نرجع للخلف شوية، سامحونا. خلي أدخل على قناتي. هذا علامة البث المباشر مرة واحدة. حاليا هذا هو الإعدادات، فتح معانا. تريد الوصف، أي شيء أنت تريد تحكم فيه أحكمه من هذا الإعدادات. مثلا عندك الوصف شيء، أو عندك علني تعمله. أنا أعمله غير مدرج، أنا أخليه غير مدرج لأن ما أريد البث المباشر تطلع. بس لحظة، من التحت عندك هذين الخيارات، أنت اللي تختاره. كاميرا خلفية أمامية، أي شيء تريد أنت حر فيه، ماشي. وبعدين بالأخير نطلع على التالي. ضغطنا على التالي، ياخذ صورة مصغرة اوتوماتيكيا. شايفين اخذ صورة مصغرة، ماشي. نسحب الصورة المصغرة على اليمين، مكتوب هون بس محتوى مباشر. نضغط عليه مرة واحدة. رأسا تبدأ البث المباشر. أنا من هون أوقف الفيديو لأنه ما أريد البث المباشر تظهر. ماشي يا أخوان، أنتم تعملون بهذا الطريقة تشتغل معاكم 100%.